دي هتبقى سواد على الكل. يلا بينا، يلا بينا. عودة النادي الأهلي غير، مفاجأة النادي الأهلي النهاردة لجماهيره غير، رعب النادي الأهلي غير، ده باين لها هتبقى سواد على الكل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم جميعا اخواتي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. واحب ابدا كلامي طبعا بصلاه الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا ونبينا محمد. مش عايزين ننسى الدعاء لاخواتنا فلسطين، ربنا ينصرهم ويرفع رايه الاسلام والمسلمين ويرحم امواتهم وامواتنا اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وزي ما بقول لك، مفاجاه الاهلي النهارده غير، رعب النادي الاهلي النهارده غير، اداء النادي الاهلي النهارده غير قدام وادي دجله اللي كان فيه مفاجاه مرعبه بالاخص. هجوم النادي الاهلي بقى مغير تماما. هجوم النادي الاهلي يعني بقى حاسم بشكل ملحوظ. هجوم النادي الاهلي بقى مختلف تماما، وده ما ينسناش وما يخليناش نبعد عن النقطه المهمه وهي المهاجم. لازم المهاجم، ما تجيش تقول لي اصل احنا النهارده كان ادائنا. لازم المهاجم. النهارده بنبتدي بدايه المباراه طبعا بتألق او يعني الاهلي ماسك كوره بشكل كويس جدا. برضو كان في حاسس ان في شويه كعبله، شويه ميس باصات غريبه، لكن كان التميز عند امام عاشور اللي ما ينفعش ان انا اقيمه وما ينفعش ان انا اديله تقييم. هو تقييمه معروف باي شكل من الاشكال، ان كان هو تقييمه خلاص لنفسه. تقييمه ما ينفعش ان انا اقيمه. لو انا اديته تقييم هيبقى انا بظلمه. ده بالنسبه لامام عاشور. بالنسبه لتريزيجيه اللي النهارده يعني بدأ يرجع تريزيجيه اللي نعرفه، بدأ يتحسن تريزيجيه وبدأ أداء تريزيجيه يرجع تاني، لكن لسه عنده، لسه تريزيجيه مش هو تريزيجيه الفتى الذهبي، مش هو